سبونج بوب الحديث مزعج لدرجة انه لو سبونج بوب الكلاسيكي قابله النهاردة كان هيوافق شفيق انه يسيب المكان ويمشي. ومش ببالغ لما اقول كده، هأثبت لك ده حلقة بحلقة وباللحظات اللي بالظبط اللي فيها الاسفنجة المحبوبة في قاع الهامور بقت أسوأ نسخة منها، لأن في فرق كبير بين انك تكون مزعج وانك تكون قاسي، وسبونج بوب الحديث عدى الخط ده من زمان. طيب يا جماعة، في الحلقات الكلاسيكية لسبونج بوب، سبونج بوب عمره ما كان عنده شخصية غبية قوي ولا كان قليل الأدب. خلينا نقول انه كان في حتة حلوة كده في النص. ايوه، كان بيعمل حاجات غبية مع باتريك، بس كان بيحاول يدافع عن نفسه وما يبقاش مهان زي سبونج بوب الجديد اللي كل همه يدافع عن نفسه بس بطريقة فيها إساءة للناس التانية. وبصراحة عندي أمثلة كتير بتثبت الكلام ده. واحد من أكتر الأمثلة اللي فاكرها كان مع روبالو بوربوجا في حلقة المخللات. هنا روبالو بوربوجا اتهم سبونج بوب إنه نسي يحط المخللات في الكرابي برجر، وسبونج بوب اتدمر نفسيا لأنه افتكر إنه فشل في الحاجة الوحيدة اللي هو شاطر فيها، اللي هي عمل الكرابي برجر. بالنسبة لسبونج بوب، الشغل في مطعم الكريستاشيو كاسكارودو ما كانش مجرد وظيفة بمرتب قليل، ده كان هدف حياته يا صاحبي. فلما اكتشفوا ان روبالو بوربوجا كان مخبي المخللات تحت لسانه، هو سبونج بوب بجد هيتعصب من المقلب الصغير ده، لانه مش بس اتضحك عليه، ده الراجل ده دخل في ازمة وجودية بسبب الموضوع ده. وهنا عندنا اول قاعدة مش قابلة للنقاش عند الاسفنجة الكلاسيكية: كان بيكره حد يخرب له شغله. وبعدين عندنا ممكن تديني عملة؟ في الحلقة دي كالاماردو خسر شغله وبوب قرر يساعده، فتح له بيته، أكله، اعتنى بيه وصبر عليه. بس كالاماردو شوية شوية بقى عالة وما عندوش دم وبدأ يستغل سبونج بوب. وبجد حصل اللي عمري ما كنت أتخيله في اللحظة دي. سبونج بوب انفجر، اتعصب من كسل كالاماردو وبدأ يزعقله بالحقيقة في وشه. لما احتاج اعمل شغل بدور على حد عنده شغل عشان يعمل الشغل ده. وهنا بنلاحظ واحدة من أكتر الحاجات المثيرة في سبونج بوب. كان ممكن يكون صاحب كويس وحتى يسمح إنهم ياخدوا جاري منه، بس أكيد كان ليه حدود. بوب فعلا رمى كالاماردو في الشارع، تماسك بجسمه الإسفنجي وحط حدود. القاعدة التانية: بوب كان بيكره إن حد يستغله. ولو لسه في شك، عندنا كمان الحلقة اللي باتريك دعا فيها والديه المزعومين. بوب وافق يتظاهر انه غبي حرفيا من باب الخير عشان باتريك يبان كويس قدام ابوه وامه. ضحى بنفسه وذل نفسه بإرادته، وده بس اللي يعمله واحد فعلا بيحب صاحبه. لكن باتريك بدل ما يشكره فضل يحرجه قدام الكل. وفي لحظة معينة بوب قال كفاية كده، انفجر ودافع عن نفسه، وده حاجة بوب الجديد فقدها تماما. كان عارف امتى الهزار بيعدي الحدود. وبعدين فيه الهاوية. بوب بيقع في صف لا نهائي، حواليه ناس غريبة بيتكلموا لغة مش فاهمها في مكان مش عارفه ومش قادر يخرج منه. واللي بيعملوا الحلقة دي حاجة ذكية جدا، بتوريك بوب وهو بيستحمل لحد ما مش بيقدر اكتر من كده وبينهر. وده بينجح عشان في تراكم حقيقي، في حد واضح، النكتة بتظبط عشان انت استحكيت رد الفعل. بوب العصري حتى مش بيتعب نفسه يبني ده، بيروح على طول للفوضى من غير ما حد يبررها. وهنا عندنا القاعدة الثالثة: بوب كان ممكن يكون صبور، بس ما كانش عنده صبر مالوش نهاية. يعني ده كان سبونج بوب غريب، مندفع، وأوقات مستفز، بس عنده روح، عنده كرامة، وعنده حدود حقيقية. فالسؤال اللي لازم يتسأل هو: ايه اللي حصل له؟ ازاي اتحولنا من الاسفنجة دي للي عندنا النهاردة؟ لأن اللي عملوه في الشخصية مش بس خلوه أغبى، كان فيه حاجة أسوأ بكتير، وأنا هوريك ده حلقة بحلقة. في كذا حلقة من الحلقات الجديدة سبونج بوب ما بقاش يحسسك إنه شخصية لطيفة، وبقى يحسسك إنه أسوأ حاجة ممكن تقابلها. ما شفتش أي حاجة ولا حتى حاجة واحدة تستاهل تتفتكر.
كل اللي عندنا هو صاحبنا الأصفر ده اللي بيقتحم حياة حد وبيعمل مشاكل وبيتجاهل كل الإشارات اللي بتقول وقف، وبدل ما يضحك أو يبقى ظريف بيخليك تحس بإحراج شديد يا صاحبي. حتى نكت السناجب بتاعت سبونج بوب بتضحك أكتر من كده. أول حالة سيئة السمعة هي إنه يحبوا كرانجي برجر، وأيوة سبونج بوب دايما كان غريب. الإسفنجة الصفراء دي ممكن تتكلم مع برجر ومحدش بيتفاجئ. المشكلة مش إنه واقع في حب كرانجي برجر، المشكلة إنه الفتايش الغريب بتاعه بدأ يأثر على شغله ونظافته وأصحابه وكمان الزباين. لأن ده مش بس بوب بيتصرف بغرابة، ده كمان بيناقض واحدة من أساسياته. بوب كان ممكن يغلط بس كان بيتألم لما يغلط. بوب دلوقتي في أسوأ حالاته، حتى مش بياخد باله من الكوارث اللي بيعملها، بيفضل يضحك وبيفضل يصرخ وكل اللي حواليه هم اللي بيتحملوا العواقب. وهنا بيجي دور شفيق، لأن بصراحة المسلسل لسنين كان بيستخدم شفيق ككيس ملاكمة. بس في فرق كبير بين إن شفيق بياخد جزاؤه عشان كان متكبر، وبين إن شفيق كان عايز بس يتنفس والكون بيعاقبه لمجرد إنه موجود. في سبونج بوب الكلاسيكي كتير من الأحيان شفيق كان بيعاني لأنه كان فظ أو متكبر أو أناني. النكتة كان ليها بناء. شفيق كان فاكر نفسه أحسن من الكل، بياخد قرار غلط وفي الآخر بيتذل. كان قاسي أوقات بس كان في منطق. في سبونج بوب الحديث كتير من الأحيان شفيق ما عملش حاجة، كان بس عايز يعزف على الكلارينيت الوحش بتاعه، ينام، يشتغل من غير دوشة، أو ياخد 5 دقايق هدوء. وسبونج بوب بيظهر كأنه معاه أمر قضائي إنه يخرب له يومه كله. في حلقة اهبط زي ما تقدر شفيق كان بس عايز ياخد اجازة، حاجة عادية جدا، مش بيهرب من حد ولا عمل حاجة غلط، كان بس عايز يرتاح في سلام. وسبونج بوب مش سايبه، بيفضل وراه في المطار وفي الطيارة وفي كل ركن ممكن. ومش عشان شفيق عدو، لكن واضح ان سبونج بوب الجديد مش بيعترف بخصوصية الناس التانية. وأكتر حاجة مزعجة إن الحلقة بتعرض ده كأنه حاجة لطيفة، كأن ملاحقة حد دليل على الصداقة. بس الحلقة اللي خلتني أكره سبونج بوب الجديد تماما هي حلقة زمايل الملاحة. شفيق كان يائس لدرجة إنه حاول يطفي سبونج بوب عشان يسيبه في حاله، وحتى ده منفعش لأن سبونج بوب بيرجع دايما زي الصرصار. بعد كده شفيق خسر رخصته ولقى نفسه في مدرسة السواقة مع سبونج بوب، وهناك الحلقة بتتحول لجحيم كامل. سبونج بوب خنقه لدرجة انه خلى شفيق يطلع من الحلقة متجبس. هنا فعلا نفسك تقول لهم يطلعوا سبونج بوب معاش. وأيوة ممكن حد يقول بس سبونج بوب دايما كان بيتضايق شفيق. أكيد، بس الفكرة كلها في الأسلوب. زمان سبونج بوب كان مزعج لأنه ما كانش فاهم الإشارات الاجتماعية كويس. دلوقتي الحلقة عارفة إن شفيق بيعاني وبرضه بتكمل عليه. وكمان في حلقة مانتاريا بيرجع. سبونج بوب مش بس مزعج، ده كمان وصل لدرجة من الأسوأ. وأيوة سبونج بوب ممكن يكون درامي وطفولي وكل اللي انت عايزه، بس هدفه دايما كان يحاول يشوف الخير حتى في أسوأ الناس. فعشان كده لما نشوف مانتاريا عايز يرتاح من غير ما يرتكب جرائم وسبونج بوب بيخليه مش عارف يعيش في سلام، بتحس ان ده غريب جدا من سبونج بوب. وبرضه سبونج بوب الكلاسيكي ما كانش مثالي، كان متطفل ولذيذ ومرهق، بس زمان كنت تحس ان تحت كل الفوضى دي في شخص كويس. اسفنجة فعلا ممكن تكون صاحبك، وحتى ممكن يألف أغنية مع أكبر عدو لمستر سلطع. سبونج بوب الحديث عموما أوقات بيبان كأنه رسمة صفرة من غير أي نكتة، لأن سبونج بوب ما بقاش أحلى حاجة في طفولة ناس كتير لمجرد إنه كان مزعج. لا، كان فعلا مضحك وكان عنده شخصية، ونكاته حتى لو كانت غريبة كانت فعلا بتضحك الواحد. عشان كده سبونج بوب الكلاسيكي كان هيكره سبونج بوب الحديث، مش عشان هو جديد، كان هيكرهه عشان سبونج بوب الحديث في أسوأ لحظاته بقى بالظبط اللي هو ما كانش بيطيقه. واحد مش بيسمع وما عندوش حدود وكأنه خد مكان بسيط. عشان سبونج بوب ما بطلش يكون الإسفنجة اللطيفة في يوم وليلة.
شوية شوية المسلسل بدأ يخلط بين البراءة وإنه يبقى أغبى، والطاقة بقت تعدي على الناس، والحنية بقت تخليه مزعج وغيظ جدا. سبونج بوب الكلاسيكي كان اسفنجة عنده حماس جامد وروح موظف الشهر. سبونج بوب الجديد في أسوأ أيامه، شكله زي إنذار أصفر محدش عارف يطفيه. يعني لو النسختين اتقابلوا، سبونج بوب الكلاسيكي هيحاول يكون لطيف في الأول، هيبتسم له ويعرض عليه برجر سلطة. بس بعد 5 دقايق لما سبونج بوب الجديد يكون اقتحم مطبخه، خوف الزباين، جري ورا شفيق وحول برجر لمراته المستقبلية، سبونج بوب الكلاسيكي هيعمل بالظبط اللي كان بيعمله دايما لما حد يتعدى حدوده، هيقول له الحقيقة في وشه وبيطرده بره. وها هو سبونج بوب الكلاسيكي كان عنده حدود، كان عنده كرامة، وقبل كل ده كان بيحترم اللي حواليه. الجديد فقد كل ده، بقى بالظبط اللي سبونج بوب الكلاسيكي عمره ما كان هيحب يبقى. يعني ايوه يا جماعة، سبونج بوب الكلاسيكي مش هيستحمل حتى ثانيتين مع الجديد. بعد كل اللي شفناه النهاردة، قولولي في التعليقات مين سبونج بوب المفضل ليكم، الكلاسيكي ولا الجديد؟ ولو تعرف حلقة سبونج بوب الجديد كان فيها أسوأ من اللي قلت عليه، اكتبها تحت عشان عايز أشوفها. أشوفكم في الحلقة الجاية.